ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو انت جايه من الشغل تعبانه كده وعايزه تعملي اكله سريعه، فالاكله دي ليكي. لو انت برضو قاعده في البيت مثلا وعايزه تعملي اكله سريعه في نفس الوقت حلوه، فالاكله دي بجد تحفه. وبس كده، فيلا بينا نعملها مع بعض. وقبل ما نعملها بقى، ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل الوصفات الجديده. قطعت عندي هنا بصل جوليان متقطع رفيع، وقطعت برضو فلفل ترانشات كده برضو. فلفل اخضر لو عندك الوان برضو تنفع، يبقى حلو جدا برضو وفايدته برضو عالية. وبطاطس برضو ترانشات بطاطس، وبرضو ترانشات طماطم. وعندنا قطعنا بصل جوليان وفلفل وبطاطس وطماطم. وبعد كده عندي هكون غاسلة الفراخ كويس جدا. عندك فراخ وراك اي حاجة هتبقى حلوة. وبعد كده بقى هحطها عليها. وبعد كده بقى هحط التوابل بتاعتي. حطيت مكعب مرق دجاج، وحبة ملح، حبة فلفل. وحطي بقى لو عندك حبهان ورق لوري، اي حاجة من الحاجات دي برضو بتديها طعم حلو جدا. وحطيت بقى حبة كاري، رشة كاري حلوة كده، بتديها طعم تحفة قوي وبتبقى حلوة. نقلب بقى كله ببعض عشان التوابل كلها يعني تتبل الخضار عندي والفراخ. اقلبهم في بعض كويس بس، وهفضل اقلب فيهم كويس عشان التوابل يعني توصل للخضار والفراخ وكله يتبل كويس بالتوابل بتاعتي. وفي الاخر هحط عليها من فوق مكعبين زبدة كده برضو بيدوها طعم حلو جدا. وبس. وممكن تسويها لو عايزة تستوي بسرعة، مثلا تحطيها على البوتاجاز من فوق ربع ساعة وتغطيها. البخار هيسويها يعني نص تسوية، وكمان التسوية بتاعتها في الفرن. لو عايزة تحطيها من الأول للآخر في الفرن برضو هتبقى حلوة جدا. وبس كده، ويا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.